بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، أقبل رمضان، فأقبل على ربك الذي عصيته متضرعا خاشعا نادما باكيا، وقل: يا إله الكون إني راجع إليك، يا إله الكون إني تبت إليك. أجل، إنه شهر التوبة والرجوع إلى الله، إنه شهر الإقلاع عن الذنوب والندم على ما فات. أخي الحبيب، إن لم يغفر لك في هذا الشهر وتذرف عيناك وينكسر قلبك أمام ربك في هذا الشهر، فمتى إذن؟ أخي الحبيب، ألا تشعر أن قلبك قريب من ربك في هذا الشهر؟ ألا تظن أنها فرصة لك لتزداد قربا وخشوعا وإنابة وخضوعا، وتكون بداية صادقة في الرجوع إلى الله تزداد بها صلة بالله تبارك وتعالى؟ أخي الحبيب، قبل أن يغلق الباب حدد الطريق الذي تسير عليه، ويكون منهجا لك في الدنيا والآخرة. ويا لها من سعادة، ويا لها من فرحة يفرح القلب بها ويسعد حينما يرجع إلى ربه نادما ويلحق بركب الصالحين. ووالله إنها السعادة التي لم يلقها إلا من جربها. أيها الأحبة، إن الله عز وجل واسع الرحمة جزيل العطاء لمن آمن وعمل صالحا، فمهما بلغت ذنوب العبد وكثرت خطاياه ثم تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، تاب الله عليه وقبله وأجزل له المثوبة. اللهم يا رحمن يا رحيم، إنا أتيناك مسلمين مذنبين معترفين، فاقبل عذرنا. اللهم إنا أتيناك منيبين مستغفرين، فاغفر لنا. أتيناك نادمين تائبين، فاقبل توبتنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين.